طب يا دكتور، الناس اللي بتتعامل برضو في شغلها مع اجهاد حراري، يعني واقفه قدام فرن فتره طويله، واقفه قدام مصدر بيطلع حراره، برضو تعمل نفس الالتزامات بتاعه الشمس؟ نفس الطرق. اي حراره حضرتك ممكن تساعد على تبخير الميه. تمام. نفس الكلام، الجلد بتاعنا بيشرب ميه، احنا هنتعرض للحراره هيفقد الميه، فيبقى لازم نشرب ميه كويس، لازم نحط واقيات من الشمس، واقيات من الاشعه الضاره، وبتبقى نفسها واقيات من الحراره. خلصت انا الحراره دلوقتي، روحت من الشمس بعد شغل زي ما حضرتك بتقولي يوم طويل، في حاجه اسمها افتر صن، في كريمات لازم بتبقى مخصوصه زي الصن بلوك بالظبط، تيجي اهميه الافتر صن، بيتحط بيرجع الجلد اي حاجه دامجد فيه، اي حاجه باظت فيه تبتدي تتكون تاني، بيعمل حاجه اسمها ريفايتاليزيشن للجلد، بيعمل تاني ريجوفينيشن، فبالتالي البشره عمرها ما تعكز وعمرها ما تديكي منظر الشيخوخه المبكره.